تلك البشائر في مدى الأكوان جاءت لنا بالصدق والبرهان، وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسائل القرآن. فيها الخيال يسامر التفكير، وجمالها يزدان في التصوير. فيض المعاني ساقها التفسير، قد أشرقت بالنور للإنسان. برسائل القرآن للموعود أسمى الأماني غاية المقصود، وعليه من تبيانها المعهود ضيف السعادة في مدى الأزمان. ضيف السعادة في مدى الأزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا، هل سمعتم ببشرى كهذه البشرى؟ قوله سبحانه لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه جل في علاه، الملك ملك الملوك الذي بيده الحساب، هو اللي يحاسبنا سبحانه وحده، وهو الذي خلق الجنة والنار، خلق الجنة للطائعين والنار للعصاة. الواحد الأحد الجبار الذي عنده حساب الناس ويعلم السر وأخفى، يأتي ويوجه هذه البشارة لعباده فيقول: قل يا عبادي. شوف اللطف في مسألة خطاب العباد، فإنه قالوا هذا الإضافة إضافة تكريم للناس وإضافة رحمة وتحنان وشفقة. قال: قل يا عبادي، وفيها تشريف الذين أسرفوا، لم يقل أذنبوا، أسرفوا أكثر من الذنوب والخطايا على أنفسهم، ليس على ربهم ولا على أحد من الناس. هم اقترفوا الذنوب على أنفسهم وهم يحملون مسؤوليات هذه الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا يعني تيأس، لا تيأس من رحمة الله، أو تقطع الأمل في الله عز وجل، أو ينتهي يعني قربك أو شوقك إلى أن الله يغفر لك سبحانه وتعالى. لا، إذا وصل الإنسان لدرجة القنوط أعوذ بالله صار في ضلال. إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من رحمة الله. وانظر كيف رحمة الباري سبحانه وتعالى ما قال التوبة أو قال المغفرة، لا، الرحمة أولى لأنها شاملة وعامة وكبيرة، ولأن الله يوصف بها أكثر. إن الله يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب. شوف الذنوب الاستغراقية جميعا، جميع الذنوب إنه هو الغفور الرحيم. قالوا فأتى بالضمير وأتى بالاسمين معرفين ليشمل كل ذنب صغير وكبير، وليبين مجده وكرمه سبحانه وعفوه ومسامحته. فنسأل الله أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. ولا يعني هذه الآية، انتبهوا، كما فهم بعض أهل الإرجاء أنك تأخذ يعني راحتك في الذنوب أعوذ بالله وتتزود من الخطايا وتكثر من السيئات ثم تقول أنا لا أقنط من رحمة الله. هذا خطأ. إنسان وقع في ذنب وخطيئة وجمع سيئات، لكنه أذنب، لك بعد ما أذنب استغفر وعاد إلى ربه وتاب إلى مولاه. فهذه تشمل هذه الآية، قل يا عبادي. وكان يتبشر بها السلف، حتى إن الجمهور يرون أن أرجع آية في القرآن. طبعا كتب في بعض الكتب المعاصرة والسير أن أحد الشباب في عصرنا قبل 30 سنة وكذا أعلن توبته بعد ما كان منحرف عن منهج الله، وذهب بأبيه إلى الحرم وقال إني أنا ما كنت حتى متوضئ من دخلت الحرم، أبوي يأخذ عمره. يعني تعرف بعض الناس ما يرتون، ليس في قلبي لا صلاة ولا قرآن ولا ذكر ولا يبغى موعظ أصلا، وليس مستعد يسمع خطبة ولا موعظة، بس إنه هو حمله لأنه إما أبوه طائعا أو أنه مرغما. دخل أباه في الحرم قال ورجعت، وأنا في أثناء خروجي وجدت لوحة مكتوب فيها بدي في الحرم ذاك الوقت أو كذا: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال كأني أول مرة أقرأها. قال وأنا خلع قلبي من هذه الآية وكلام الله عز وجل مع مشهد الحرم والناس، وذهب وتوضأ وأعلن توبته. شوف، هي محطات في الحياة. قد يصل الإنسان إلى درجة أن يتوب في موقف ما كان يظن أنه يتوب، فيغفر الله ذنوبه ويبدل سيئاته حسنات. ولذلك استبشر بفضل الله إذا أخطأت، وتعال وتب وانكسر وتذكر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان هذا الملك الكريم العظيم الذي يتحبب إلى عباده المساكين الفقراء المهازيل المخلوقين من طين وماء مهين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يسامحنا، وأن يتولانا، وأن يغفر ذنوبنا، ويعتق رقابنا من النار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تلك البشائر في مدى الأكوان جاءت لنا بالصدق والبرهان، وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسائل القرآن. فيها الخيال يسامر التفكير، وجمالها يزدان في التصوير. فيض المعاني ساقها التفسير، قد أشرقت بالنور للإنسان. برسائل القرآن للموعود أسمى الأماني غاية المقصود، وعليه من تبيانها المعهود ضيف السعادة في مدى الأزمان. ضيف السعادة في مدى الأزمان.